السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماما هدى. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعمل المحشي ورق العنب. دوت الورق العنب أنا كنت حاطاه في ورق ألمونيوم، خزيناه في ورق ألمونيوم زي ما انتم شايفين كده، وهسلقه معاكم. طبعا شبت وبقدونس وكزبرة، ودي الصلصة اللي أنا مفرزاها معاكم، قلت أوريكم اللي أنا بعملها، مطلعاها مفككاها، ورز، وطبعا فلفل أنا مقطعاه أخضر وأحمر، اللي عندي قطعيه. ده ورق العنب انا مخزناه عندي، بحطه في ورق فويل، بيقعد من السنة للسنة، وممكن يقعد عندي والله بالسنتين، بيبقى جميل جدا. انا بحط مية وعليها زيت وعصة ليمونة وبسلقه. بسلقه، بيبقى زي اصفر كهرمان، ما تقلقوش منه ابدا، بيبقى اصفر كهرمان. إن كنت وصلت لحد هنا سبحي ربنا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا بحط التوابل بتاعتي كمون وكزبره ناشفه وملح وفلفل اسمر ونطره شطه بسيطه لو عندك شطه. وطبعا بحط الفلفل الاخضر اللي انا مقطعاه والاحمر، وعندي الخضره بحط 3 انواع الخضره، شبت وكزبره بقدونس، بس انا بحب اكتر الكزبره والشبت عن البقدونس. بعد كده بقلبهم كويس، وطبعا بتظبطي الحدق بتاعهم، لو محتاجين ملح بتحطي، مش محتاجين خلاص. وطبعا الكل عارف المحشي، بس افرض مثلا لسه بنوته جديده ما تعرفش، فمعلش يعني ما بوريها ازاي مثلا تعرف، لو دخلت على اليوتيوب ولا حاجه وجابت وشافتني يعني بالصدفه حتى، يبقى عملت حاجه لوجه الله. والمحشي يعني مش عمايل، يعني مش عمايل، ده ابسط ما يكون، ابسط ما يكون جدا المحشي دوت. بتقلبي كويس. والصلصه دي اللي انا عاملاها معاكم يا جماعه، بطلع العلبه تفك تلجها، لو انت مستعجله يا دوبك تفككيها شويه بالسكينه وتحطيها في حله تفك براحتها، تفك على البوتاجاز. انا سبتها تفك براحتها عادي، وجهزت الحاجه وبلف. ان كنت وصلت لحد هنا، صلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا دلوقتي بقلب بايديا، واحسن حاجه تحسي بيها الايد، بتحسي الايدام فيه محتاجه اقدام ولا مش محتاجه اقدام، محتاجه حاجه ولا مش محتاجه حاجه. فالايد هي اللي بتحس يا جماعه، ما حدش شاف، الواحد بيبقى غاسل ايديه وايديه بتبقى نظيفه. فما تقلقوش. ده الفلفل الاحمر على فكره، يعني مش طماطم، ده فلفل احمر انا مقطعاه مع فلفل اخضر، انا بحب احط فيه الفلفل احمر متقطع مع فلفل رومي اخضر. تمام. انا كده بحشي الورق. انا عامه بحب احشي الورقه كامله، ما بقطعش منها حتى لو كبيره. ليه؟ عاوزه احس بطعم الورق العنب، مش برز، انا مش باكل رز، انا عاوزه احس واستطعم ورق العنب نفسه. يعني طبعا ما بحشيش على الرخامه ولا على الطبليه، انا بحب احشي بايديا، بيبقى اسرع كمان. تمام. اللي كنت وصلت لحد هنا، استغفر الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شايفه الورقه صفرة ازاي ومتخزنه؟ ليه؟ عشان الورق الالومنيا ده بيحافظ عليه. بتيجي تنضفيه من العروق بتاعته وتحطيه في ورق الالومنيا، وتحطي اللف على قد الطبخه بتاعتك، انت عارفه بتعملي قد ايه. بتطلعيها الميه تغلي تسقطيها بكل لسه مطلعاها من الفريزر، ما تسيبهاش تفك بره. اول ما الميه ما تغلي تروحي حطاها على طول، مطلعاها من الفريزر تحطيها عليها على طول. انا كنت بس مطلعه عشان اوريكم ان انا حطاها في ورق المونيا، ببقى معرفاكم ازاي انا حطاها في ورق المونيا، اللي هو الفويل يعني. دلوقتي انا حطيت المحشي اهوت وسقيته، يعني كده خلصته وحطاه وسقيته. انا بحط بقى بعصر عليه ليمون. اللقطه دي ما جاتش بتاعه الليمون، بس بالتالي شايفين النقط وهي بتنزل، بعصر ليمون عليه، بعصر ليمونه كده او ليمونتين، بيبقى طعم جدا بالليمون. وبحط سمنه عليه، دي بقى سمنه صراحه بلدي، بتديله طعم جميل. لو عندك حته قشطه حطيها عليه، ياه بيبقى تحفه. عندك حته ليا حطيها عليه، بيبقى اجمل واجمل. اللي انت عندك حطيه. وبسيبه، بحط عليه طبق كده عشان يبقى ماسكه من كل النواحي، وبغطيه بالغطا بتاع الحله، واسيبه بقى يستوي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بوريكم اهوت اللي هو خلاص داخل على تشريبه.
بوريكم بالمعلقه اللي هو لسه فيه الشوربه بتاعته. انا بوطي عليه وهو فيه الشوربه بتاعته، ليه؟ عشان يبقى طري، يبقى طري ولذيذ كده وانت بتاكليه، بيبقى طري وايه ولذيذ وانت بتاكليه. هتشوفي الورقه صفرا ازاي، زي الكهرمان. انا بفضي الاول الفلفل عشان لما اقلبه قدامكم تعرفوا اللي هو اصفر كهرمان، ومش بتك على الصباع قوي يا جماعه عشان يبقى طري وجميل. شايفين عامل ازاي؟ اصفر كهرمان. وشايفين عامل ازاي؟ والله طري وطعمه تحفه 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 تحفه. جميل جدا 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 جدا، بسم الله ما شاء الله يعني. الواحد يعني بجد محشي. بصي شايفه الصفران بتاعه عامل ازاي عشان طريقه تخزينه صح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.